الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم أما بعد، فتعالوا بنا إلى آيات الله عز وجل في غزوة بدر في 17 من رمضان في السنة الثانية من الهجرة. كانت هذه الغزوة جيش الكفار 1000 وجيش المسلمين 313. انظر إلى هذه الآيات التي جعلها الله عز وجل في هذه الغزوة. قلل المشركين في أعين المسلمين، هذه من نعمة الله عز وجل، وقلل المسلمين في أعين المشركين، حتى أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لرجل بجواره: كم عدد هؤلاء؟ دول يطلعوا قد ايه يعني؟ قال 100. قال: فلما أصرنا رجلا منهم قلنا له: كم عددكم؟ قال 1000. يعني العدد بقى قليل جدا في نظر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف يدعو ربه وسقط رداءه من على منكبيه، وجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه من خلفه فوضع رداءه عليه وقال: هون عليك يا رسول الله، فإن الله ينجز لك ما وعدك صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى إبليس عليه لعنة الله، كما قال ابن عباس: جاء إلى المشركين في صورة رجل من مدلج، قبيلة من قبائل العرب، وجاء الشياطين في صورة سراقة بن مالك، ووقف مع الكفار وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان أمسك النبي عليه الصلاة والسلام بحفنة من تراب فرماها في وجوههم فولوا مدبرين. ونظر إبليس عليه لعنة الله فإذا بجبريل عليه السلام معه الملائكة، وكان يضع يده في يد رجل من المشركين، فلما رأى إبليس جبريل عليه السلام نزع يده فقال له المشرك: ألم تقل إني جار لنا؟ أنت مش بتقول أنت في جوارنا؟ قال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. في هذه الغزوة وقف النبي عليه الصلاة والسلام قبل المعركة على مصارع القوم، يقول: هنا مصرع فلان ابن فلان، وهنا مصرع فلان ابن فلان. قال عمر رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده ما تخطوا الحدود التي حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الغزوة أنزل الله عز وجل الملائكة تؤيد نبيه صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى ابن عباس وهو يحكي عن رجل من المسلمين فيقول: كان في إثر رجل من المشركين بيجري وراه، فسمع صوتا في السماء يقول: أقدم حيزوم، وسمع ضربة السيف على وجه هذا الرجل المشرك، فإذا هي خطبت أنفه ووجهه واخضرت، وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحكي له هذا، فقال النبي: صدقت، هذا مدد من الملائكة من السماء الثالثة نزل في هذه الغزوة. وانظر إلى عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، انقطع سيفه وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام
ماذا أعطاه رسول الله؟ جزلا من حطب، قال خذ هذا فاعمله، فما كان من هذا الجزل إلا أن أصبح سيفا سلطا قاتل به، وما أخذ منه حين قتل في حروب الردة زمن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أمية بن خلف صنديد من صناديد قريش، ماذا صنع في هذه الغزوة؟ انظر إلى من؟ سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سيد من سادات الأنصار، جاء إلى مكة ونزل عند أمية بن خلف، وكان أمية ينزل عند سعد حين يذهب إلى تجارته، فقال لما جئت؟ قال جئت معتمرا. قال له أمية بن خلف انتظر حتى يهدأ الناس حتى لا يرونه، فما كان إلا أن انتصف النهار وذهب سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه ليؤدي العمرة. انظر من الذي رأى؟ أبو جهل عليه لعنة الله. قال أنتم الذين نصرتم محمد وآويتموه؟ قال له نعم. فتلاحيا كلما مع بعض. أمية بن خلف يقول لا ترفع صوتك على سيد الوادي، لا ترفع صوتك، وأمسك به. ما كان من سعد رضي الله عنه إلا أنه قال له دونك هذا، لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه قاتلك، انت هيقتلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال أقال محمد هذا؟ النبي قال كده؟ قال له نعم. قال إن محمدا إذا حدث لا يكذب، النبي لو قال كده ما بيكذبش، هيقتلني. ثم ذهب إلى بيته فقال لامرأته أخي اليسربي يقول أن محمد قاتلي، قالت إن قال محمد ذلك فإنه لا يكذب. فلما كانت غزوة بدر قالت له امرأته حديث أخيك اليسربي، أنت نسيت أن النبي هيقتلك؟ فجاءه أبو جهل عليه لعنة الله، قال أنت سيد من سادات قريش، اخرج معنا، سر يوما أو يومين ثم ارجع. فذهب إلى الغزوة فقتل في هذه الغزوة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله. في هذه الغزوة التقى من مصعب بن عمير مع أخيه، أصبح أسيرا في يد المسلمين. فقال مصعب بن عمير للذي أسره أشدد عليه وثاقه، كتفه كويس، فإن له أما غنية بمكة، أم غنية عشان تبعت له المال. فقال له أخوه عزيز يا مصعب هذه وصيتك دنيا يا أخي، ده أنت أخويا، هي دي الوصية بتاعتك؟ تقول له كتفه كويس. فقال له إن هذا أخي دونك، ده أخويا في الله، أفضل من أخوة النسب، لأن هذا على الشرك وهذا على الإسلام. في هذه الغزوة كان الوفاء حتى مع الكفار. سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وارضاه هو أبيه لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة أخذهم الكفار. إلى أين؟ قال إلى المدينة. قال تذهب إلى محمد؟ قال لا. فأخذ عليهم العهد ألا يقاتلوا مع محمد، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أخذ علينا العهد ألا نقاتلهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نحن نوفي به بعهد الله، ارجعوا ونستعين بالله عليه. النبي أوفى بالوعد وهم على الكفر، فما بالك بالذي يخلف هو على الإسلام. في هذه الغزوة علمنا الله عز وجل أمرا نحتاج إليه الآن. قال الله تعالى وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إياكم أن تعتقدوا أن أعداءكم إن كان عندهم سلاح أو عتاد أو قوة أن هذا يعطيهم النصر، لا،
انتم عندكم ايمان بالله عز وجل في هذه الغزوة بالرغم من على قلة عددهم وعتاد أعدائهم، إلا أن الله تعالى نصرهم. نحن نأخذ بالأسباب كأمة الإسلام، لكن ينبغي أن نعلم أن الله تعالى هو الذي ينصر عباده إذا نصروه. إن تنصروا الله ينصركم. خالفنا شرع ربنا وسنة نبينا، فكيف لنا أن ننتصر؟ لا بد وأن نزل، لا بد أن نرجع إلى هذا الجيل الذي نصره الله عز وجل مع النبي عليه الصلاة والسلام. لا بد أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وإلا كتب الله علينا الذلة لأعدائنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينجي أمة الإسلام من أعدائها يا رب العالمين.